مقابله هامه، مقابله الديربي، المقابله الكلاسيكيه اللي غتجمع بين فريقي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي. ولعل الصور التي تشاهدون الان تبين مدى اهميه هذه المقابله، وكذلك مدى دخول او توافد الجمهور على ارضيه هذا المركب. نظام البطولة، فمقابلات مثل هذه المقابلات مقابلة الديربي فالعامل النفسي تيلعب فيها واحد الدور كبير، اللي فالفريق اللي يحاول يستغل الظرف النفسي لهذه المباراة فبدون شك هو اللي غادي يخرج بالفوز في هذا اللقاء. إذا بسرعة نعطي التشكيلة ديال الفريقين. بالنسبة لفريق الوداد الذي يستضيف في هذه المباراة فريق الرجاء، هناك في حراسة المرمى هناك جرموني، بقية اللاعبين خامال، لويسي، بن شريفة، قدوري، أبرامي، بوجمعة، مادحي، إميرسون، خالد أوسياغ وربيع العفوي. بالنسبة الاحتياط هناك كحارس ثاني حكيم مزكي، بقية اللاعبين سعد، هناك القصيري، الراجي، ومبروك. المدرب هو السيد لوزانو. بالنسبة لتشكيلة فريق الرجاء البيضاوي فهي كالتالي: ففي حراسة المرمى هناك البعض لاوي، بقية اللاعبين هشام مصباح، قاسمي، بكاري، جريندو، بادجي، سامي تاج الدين، عمر النجاري، ديالو محمد علي، حافظ عبد الصادق، وحميد ناطير. بالنسبة للاحتياط هناك الشادلي كحارس ثاني، بقية اللاعبين أبو شروان، رضوان الحمر، نبيل مسلوب، ولامين الرباطي. المدرب هو السيد محمد نجمي. اذا هذه التشكيله ديال الفريقين اللي غادي يتباراو خلال هذه المباراه الهامه. اذا بالنسبه للغيابات ففي صفوف فريق الرجاء البيضاوي هناك خربوش اللي عنده 4 ديال الانذارات، هناك غياب زكريا عبوب وخرازي، وتلاحظون ثلاثه اللاعبين اساسيين في فريق الرجاء البيضاوي تيغيبوا هذا اليوم على هذه المقابله. بالنسبه لغيابات فريق الوداد هناك شمس الدين، ايت العارف، بن الشيخ بسبب الاصابات، وكذلك اللاعب الرتباوي. طاقم التحكيم حكم الوسط هو السيد العاشري، ويساعده كل من خاتير وجا بحماد، وطاقم التحكيم هو من عصبة سوس. إذا لحظات وتنطلق هذه المباراة الهامة بين الفريقين. بالنسبة للوضعية ديال الفريقين ففريق الوداد كما تعلمون فهو يتزعم الآن الترتيب المؤقت صحبة فريق حسنية أكادير ب 24 نقطة، بينما فريق الرجاء فهو تحتل المركز الخامس ب 18 نقطة. وكما قلت فهذا لا يعكس بتاتا المستوى ديال الفريقين في هذه المقابله اللي كما قلت في مقابله الديربي اللي دائما تكتسي طبعا خاصا. واذكر بانه فالعامل النفسي بدون شك غادي يكون هو له دور كبير سواء بالنسبه لفريق الرجاء او بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي. فالفريق اللي غيدخل بدون مركب نقص، بدون ارتباك، وايضا ما تيكونش هناك تخوف، تيكون بالتالي تمتلك الاعصاب ديالو، وبالتالي تيقود مقابله عاديه. فهذا هو العامل الاساسي كما قلت اللي عاده ما يميز هذه المقابله اللي تجرى دائما بين فريقي الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي. إذا لحظات وتنطلق هذه المباراة الهامة.
إذا كانت هذه دقيقة صمت ترحما على المرحوم يوسف بالخوجة الذي وافته المنية في خلال مقابلة نصف نهاية كأس العرش، واللي فاز فيها فريق الوداد البيضاوي بهدف ل0، واللي تمكن من خلالها من المرور إلى المباراة النهائية. إذا انطلقت المقابلة الآن. كرة وسط الميدان لفائدة فريق الوداد البيضاوي. جريندو يتمكنش من الكرة، كرة طويلة دائما الكرة عند فريق الوداد البيضاوي. لاحظوا هناك بداية من طرف فريق الوداد البيضاوي. إذن الحكم سيد العاشري يتدخل لفائدة فريق الوداد. الحكم سيد العاشري هذه المقابلة الثالثة ديالو اللي تيحكم فيها فريق الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي كذلك في موسم 99 وكذلك في موسم 2000. إذن ضربة مرمى لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. البعد اللهوي هو اللي غادي ينفذ ضربة مرمى عند جريندو. هناك خطأ لفائدة الرجاء، نفذ بسرعة عند حميد نطير. كرة تترجع للوراء. كاري جريندو مرة أخرى. خطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. نفذ بسرعة لعند عمر النجاري اللي ترجع الكرة للوراء لعند جريندو تمريرة، لكن تدخل ديال أحد لاعبي فريق الوداد وهجوم مضاد، لكن اللاعبين ديال فريق الرجاء تيسترجعوا الكرة. عمر النجاري دائما عنده الكرة، دائما عند عمر النجاري، تيحاول يراوغ مراوغة جيدة، تمرر فرصة، لكن التمريرة كانت هناك تدخل ديال بلجريفة. بوجمعة لويسي، كرة تخرج الشرط، أحد لاعبي فريق الرجاء سقط الأرض. إذن حوالي الآن 2 دقائق و30 ثانية بالضبط اللي مرت على هذه الجولة الأولى. دائما التعادل 0 لمثله. تلاحظون جانب من أنصار فريق الرجاء البيضاوي اللي حج كذلك بكثرة لهذا الملعب لمتابعة هذه المقابلة الهامة، المقابلة التسعين بين الفريقين بطبيعة الحال في إطار البطولة. فبالنسبة فهناك فوز ديال الرجاء تقريبا 23 مباراة، وبالنسبة للوداد في 22 مباراة، وهناك حوالي 45 تعادل بين الفريقين. وتلاحظون فالتعادل يطغى على هذه المواجهات، مواجهة بين فريقي الوداد والرجاء. هذا اللاعب أبرامي عميد الفريق الوداد البيضاوي. إذن الشرط لفائدة الوداد. تنفذ الشرط عند بن شريفة، تجاوز الكرة وسط الميدان ما تمكنش منها النجاري، تتجي عند جريندو. عبد الصادق تخرج الشرط لفائدة فريق الرجاء البيضاوي أو مديحي. خرج كرة الشرط لفائدة الرجاء. قاسيمي هو اللي غينفذ الشرط بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي. أمامه مباي، تدخل ديال أبرامي. قاسيمي مرة أخرى. مديحي، خطأ لفائدة أو سامي تاج الدين لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. بادجي
تيسترجعوا اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي. وسط الميدان عند خامة بن شريفة دائما عنده الكرة. ما في هذه البداية، بداية الجولة الأولى تلاحظوا فهناك تخوف من الجانبين، ما كاينش شي مغامرة من لدن الطرفين. هناك حيطة وحذر. باجي هجوم لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. ناطير ما يتمكنش منها، تترجع عند فريق الوداد البيضاوي. كرة طويلة اتجاه ربيع، تدخل ديال بكاري، وهجوم لفائدة فريق الرجاء. خامة ما تبكش من الكرة. قاسمي تتخرج كرة الشرط لفائدة الوداد. الشرط يقول بأن هناك شرط لفائدة فريق الوداد البيضاوي اللي غينفذه هو أبرامي، وهناك لاعب آخر سقط كذلك هذه المرة بالنسبة لفريق الوداد، أظن اللاعب ربيع العفوي. كان هناك شرط الآن لفائدة فريق الوداد البيضاوي في التنفيذ. أبرامي عند بوجمعة. قاسمي تيدخل. النجاري تتخرج كرة الشرط لفائدة الرجاء البيضاوي. قاسمي هو اللي غينفذ الشرط عند عمر النجاري في هذه المقابلة الثانية ديالو. عمر النجاري يعود بقوة لصفوف فريق الرجاء البيضاوي، وكان تألق في المقابلة الماضية اللي فاز فيها فريق الرجاء البيضاوي على فريق الجيش الملكي ب2-0. فكانت نتيجة مهمة بالنسبة لفريق الرجاء بعد 3 هزائم متتالية، وبعد مستوى جد متوسط لعناصر فريق الرجاء البيضاوي. فبطبيعة الحال فنحن نتمنى لفريق الرجاء أن يلعب دورا هاما وكل الفرق الوطنية أن تلعب دورا هاما في البطولة وتنشط كذلك البطولة، لأن فالفائز وفي كل هذا هو الجمهور. إذا هناك ضربة خطأ الآن لفائدة فريق الوداد. إذن كما قلت فعودة عمر النجاري فبدون شك غتكي حماس لاعبي فريق الرجاء البيضاوي في بقية المباريات البطولة. فتقريبا منذ 6 أشهر لم عمر النجاري غاب عن فريق الرجاء. إذن ضربة خطأ الآن. بن شريفة هو اللي غينفذ ضربة خطأ بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي، هو المختص في ضربات الأخطاء. إذا بن شريفة تيقذف تضرب في أحد المدافعين، تتخرج كرة للشرط، شرط للوداد. بوجمعة تنفذ الشرط عند خامة، خطأ لفائدة خامة قريبة من مربع العمليات. إذا ضربة خطأ لفائدة فريق الوداد، هذا اللاعب خامة. هناك أمام الكرة ربيع العفوي، وكذلك أبرامي. ربيع العفوي اللي هو الآخر يعود بعد غيبة طويلة لفريق الوداد البيضاوي. إذن العفوي هو اللي غنفذ ضربة خطأ، تنفذ تدخل ديال جريندو، تتمشي الكرة عند قادوري. هذا هجوم لفائدة فريق الوداد، لكن هناك تسلل لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. بالنسبة لربيع العفوي كما قلت فمنذ الدورة الأولى من هذا الموسم فيغيب عن فريق الوداد البيضاوي بسبب الإصابة، ومؤخرا فكان حل بالديار الألمانية وأجرى اختبارا مع لاعبي فريق هامبورغ الألماني، ولحد الآن فهو فريق هامبورغ الألماني تيتسنى الآن جواب ديال فريق. هذا هجوم لفائدة فريق الرجاء. عمر النجاري خطأ واضح وإنذار. إذن هناك خطأ لفائدة النجاري، إنذار لمادحي.
اول انذار في هذه المباراه. تلاحظوا الاعاده، لأن ضربة خطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. اللي غينفذ ضربة خطأ هو اللاعب النجاري عمر، خطير على مرمى الحارس الجرموني. الحكم تيحاول باش يقاد الحائط. اذا النجاري هو اللي غيتكلف بضربة خطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. النجاري تيقذف دائرية لكن بعيدة على المرمى ديال الحارس الجرموني. لأن كانت ضربة خطأ لفائدة الرجاء نفذها اللاعب النجاري، وضربة مرمى الآن لفائدة فريق الوداد الجرموني. الكرة تتجاوز وسط الميدان، تدخل ديال بادجي. النجاري وسط الميدان تيمرر، تيجي أخيرا اللويسي وتبعد الكرة الشرط لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. لأن هناك جوج الفرق من قوية، هناك من خيرة الأندية الوطنية، هناك جمهور تيتعدى 40,000، هناك أرضية جميلة. ف أشنو تيبقى يكون هناك مستوى جميل وفرجة وأهداف. فهذه تتبقى المهمة ديال الفريقين في هذه المباراة باش يكملوا هذا العرس الرياضي. إذن جريندول عند قاسمي نازل بالكرة، دائما عند كرة عند قاسمي في صراع مع خامة، وخطأ لفائدة قاسمي. الحكم تيدخل لفائدة قاسمي، إذن ضربة خطأ. عمر النجاري هو اللي غيتكلف بضربة خطأ. تيقذف، تدخل ديال خامة، تيسترجعوا اللاعبين ديال الرجاء، لكن التمريره كانت طويله ديال قاسمي تتمشي للشرط لفائده الوداد البيضاوي. حوالي الان 12 دقيقه اللي مرت على الجوله الاولى، دائما التعادل 0 لمثله بين الوداد والرجاء البيضاويين. حميد تتخرج الكره، حميد ناطر مره اخرى شرط دائما لفائده فريق الوداد. بطبيعة الحال فخلال هذا الموسم الحالي فمسيرة ديال الفريقين فتختلف كثير. ففريق الوداد البيضاوي فيسير بخطى ثابتة خلال هذا الموسم، هو كذلك من بين المرشحين للفوز. هذه فرصة لفائدة فريق الوداد البيضاوي، لكن التمريرات تمشي عند احد لاعبي فريق الرجاء البيضاوي. كما قلت ففريق الوداد فهو يعتبر هذا الموسم من بين المرشحين الاوائل للفوز بلقب البطولة، وبطبيعة الحال فهذا نظرا لمستوى اللاعبين ديالو، عكس فريق الرجاء البيضاوي اللي كما هذه فرصة لفائدة فريق الوداد البيضاوي، لكن الكرة تمشي لعند الحارس. الرجاء البيضاوي فالمسيرة ديالو ما كانت في الأول جيدة، لكن بعد ذلك بدأ يتلقى بعض النتائج اللي غير مهمة، الشيء اللي جعل الفريق ديال الرجاء البيضاوي مازال يبحث عن إيقاعه المعروف عليه في الدورات الماضية وكذلك في المواسم الماضية. هذا بالإضافة إلى أنه الآن فريق الرجاء فكون لجنة للبحث، فهي الآن بصدد البحث عن مدرب اللي غيتكلف بتدريب فريق الرجاء البيضاوي والسير به قدما إلى الأمام، وكما العادة بالنسبة للمواسم الماضية.
اذا الان ضربه خطا لفائده فريق الوداد. نفذت ضربه خطا تيتمكن منها عبد الصادق، وشرط الحكم يعلن عن شرط لفائده فريق الوداد البيضاوي. كرة طويلة، كانت تكون فرصة تشكل خطورة على الحارس فريق الرجاء البيضاوي، الحارس بوعبد الله. ناطير، كرة طويلة في اتجاه ديالو محمد علي، الحكم يتدخل لفائدة ديالو محمد علي. ضربات الاخطاء في هذه الجوله الاولى. اذا ضربه خطا الان لفائده فريق الرجاء البيضاوي. امام الكره هناك قاسمي وكذلك عمر نجاري. عمر نجاري هو اللي غيتكلف التنفيذ، اهداف دائريه وفي متناول الحارس الجرموني اللي كان في المكان المناسب. إيميرسون ما تمكنش من الكره، تيجي اخيرا جريندو وتبعد الكره تتجاوز وسط الميدان. هناك تبادل الكرات بين الفريقين كما قلت. تقريبا حوالي الان تنقتربوا من الدقه 17 من هذه الجوله الاولى، فما شاهدناش شي فرصه حقيقيه للتسجيل سواء بالنسبه لفريق الوداد او بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. هناك حيطه وحذر، هناك تخوف من لدن الجانبين، هناك حراسه فرديه تقريبا على كل اللاعبين مضروبه من الطرفين كذلك، الشيء اللي تيجعل الفرص ما تتخلق. الان تتعطى الاسعافات للاعبين او ثلاثه ديال اللاعبين اللي ساقطين الارض، لاعبان من فريق الوداد البيضاوي ولاعب من فريق الرجاء البيضاوي. بطبيعه الحال في مثل هذه اللقاءات دائما تتكون ديك حتى اللياقه والقوه البدنيه تتلعب الدور ديالها على اثر اصطدامات ما بين اللاعبين، الشيء اللي تنتج عليه سقوط من الفينه والاخرى بعد اللاعبين التي تعطاهم الاسعافات الضروريه. كان منذ لحظات كان هناك إيميرسون هو اللي سقط الارض، البرازيلي إيميرسون تحمل رقم 10 امامكم على الشاشه. لأن ضربة خطأ لفائدة فريق الوداد. نفذ تسترجعوا اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي عند محمد علي ترجع الكرة عند فريق الوداد. بوجمعة هذا هجوم لفائدة فريق الوداد البيضاوي. إيميرسون تيقذف لكن بعيدة، القذفه ديالو تتمشي بعيد على المرمى ديال الحارس بوعبد اللهوي. برازيلي إيميرسون سجل حتى الان فمن بين الهدافين ديال فريق الوداد البيضاوي 4 الاهداف، صحبه بن شريفه وبوجمعه وكذلك مبروك. اذا ضربه مرمى بوعبد اللهوي، كرة تتجاوز وسط الميدان، تدخل ديال خامة ما تمكنش منها إيميرسون، تسترجعها اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي عند جريندو. مصباح محمد علي تضيع الكرة، أبرامي
كرة لفائدة فريق الوداد لعند إيميرسون، تضيع تسترجعوا اللاعبين كذلك ديال الرجاء البيضاوي بواسطة حميد ناطر. قاسمي تيخرج الكرة للشرط لفائدة أو هناك خطأ لفائدة قاسمي لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. قاسمي هو اللي غينفذ ضربة خطأ. عمر النجاري تيجي أخيرا مديحي وتبعد الكرة، كرة طويلة لكن هناك أحد المدافعين اللي تيتمكن من الكرة والحكم يشير على أن هناك خطأ، حكم الشرط لفائدة فريق الوداد. إذن تنفذ الخطأ، كرة طويلة هشام عند عمر النجاري، بوجمعة عند الحارس الجرموني. إميرسون ربيع ما تمكنش من الكرة، وهجوم مضاد الآن لفائدة فريق الوداد. بوجمعة دائما عنده الكرة. بوجمعة تمرر عند ربيع، خطأ في التمرير عند جريندو مراوغة جيدة. بوجمعة أو عمر تسترجعوا اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي. هجوم لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، تمريرة في اتجاه عمر النجاري تقداف، لا كانت فرصة هذه اللاعب عمر النجاري لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. كرة تخرج للزاوية، زاوية لفائدة الوداد. إميرسون تنفذها بسرعة عند ربيع دائما عنده الكرة، تيراوغ ربيع دائما عنده الكرة، تقداف وتيتمكن منها حارس بو عبد اللهوي. هذه كانت محاولة كذلك لفائدة فريق الوداد. مباي كرة طويلة عند عمر أو محمد علي ديالو، كرة تخرج الشرط لفائدة الوداد البيضاوي عند بن شريفة. داري بن شريفة، عمر النجاري تحاول يراوغ دائما عنده الكرة، هجوم لفائدة فريق الرجاء لكن تيجي أخيرا أحد المدافعين وتخرج الكرة للزاوية. لاحظوا فالخطورة بدأت الآن تظهر من كلا الجانبين. هذا المدرب السيد لاديسلاس لوزانو مدرب فريق الوداد. كما تتعرفوا فهذا الموسم لم ينهزم سوى في مباراة واحدة، وكان في الدورة الماضية أمام فريق الفتح الرباطي. إذن ضربة زاوية لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، ضربة زاوية تنفذات عالية ما تمكنش منها محمد علي ويتمكن منها الجرموني. حوالي 24 دقيقة اللي مرت الآن على الجولة الأولى. دائما التعادل 0 لمثله بين الفريقين. كرة لفائدة فريق الوداد، تدخل كرة الشرط دائما لكن تنشوف بأن الحكم يشير على أن الشرط لفائدة الرجاء. هذا محمد نجمي مدرب فريق الرجاء البيضاوي ابن الفريق ديال الرجاء، فنجمي فهو عنده الرقم القياسي من حيث المشاركة مع نادي فريق الرجاء لكرة القدم، فيحتل الصف الأول أمام اللاعب الصديقي. إذن كان هناك تسلل لفائدة فريق الوداد. إذن بن شريفة حكم السيد العشيري تتجه للحكم الرابع اللي هو مومني.
تيوجه انذار لخالد خامة. اذا انذار هذه المرة الثاني في صفوف فريق الوداد بعد مادحي. هناك انذار الان لخالد خامة. اذا يستأنف اللعب الان بضربة خطأ لفائدة الوداد. بن شريفة في التنفيذ، بن شريفة تيقذف، إميرسون تدخل ديال الدفاع تترجع دائما عند مادحي. ما كاينش حكم تيعلن على خطأ لفائدة مادحي لفائدة فريق الوداد. لاحظوا الإعادة للاعب مادحي رقم 21. إذن ضربة خطأ لفائدة فريق الوداد. بن شريفة فتقريبا 4 ديال الاهداف ديال اللاعب بن شريفة جاءت على اثر ضربات الاخطاء. اذن بن شريفة تستعد لتنفيذ ضربة خطأ لفائدة فريق الوداد البيضاوي. بن شريفة تيقذف لكن بعيد، غير مركزة، قذفة غير مركزة وبعيدة على المرمى ديال فريق الرجاء البيضاوي. إذن تقترب منطقة 28. دائما التعادل 0 لمثله في هذه المباراة الكلاسيكية، لقاء الديربي بين الوداد والرجاء. هجوم لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، الكرة ما خرجتش الشرط، دائما الكرة عند فريق الرجاء البيضاوي وزاوية للرجاء. لا تقريبا مجموعة من ضربات الأخطاء اللي تحت الآن الجانبين، وكذلك بعض الضربات ضربات الزوايا. إذا اللي غينفذ ضربة زاوية هو عمر النجاري. عمر النجاري تنفذ، تدخل ديال الدفاع، هجوم مضاد بواسطة مادحي. خطأ واضح لفائدة الوداد. الخطأ اللي ارتكبه هو اللاعب حميد ناطير. وانذار كما تلاحظوا، هذا الانذار الثالث في هذه المباراة لحميد. 2 الانذارات لفريق الوداد وانذار لفائدة الرجاء البيضاوي. إذا تنفذ الخطأ عند بوجمعة. خامة الكرة عند أبرامي تحاول يراوغ، تمرر، لكن هناك قاسمي تبعد الكرة في اتجاه عمر النجاري، لكن تدخل ديال اللويسي. بوجمعة مادحي تغير الاتجاه ديال الكرة دائما لفائدة فريق الوداد البيضاوي. مادحي عند ربيع العفوي دائما عنده الكرة، تيحاول يقذف، تمرر عند بوجمعة تيحاول يراوغ، إميرسون لكن تيجي أخيرا عبد الصادق وتبعد الكرة، تترجع عند فريق الوداد البيضاوي مرة أخرى عند أبرامي وهناك خطأ لفائدة الحسن أبرامي. نفذ بسرعة ربيع تمرر عند مادحي، دائما الكرة عند فريق الوداد البيضاوي في بحث الآن للبلوغ إلى الهدف ووصول إلى شباك فريق الرجاء البيضاوي. وهناك انذار آخر هذا المرة للاعب بادجيمباي رقم 6. هذا لاعب وسط الميدان من بين اللاعبين اللي تميزوا خلال المواسم الماضية في وسط الميدان مع فريق سبورتينغ سالا قبل أن يجيء إلى لتعزيز صفوف فريق الرجاء البيضاوي. إذن هذه ضربة خطأ الآن لفائدة فريق الوداد. ثلاثين دقيقة اللي مرات تلاحظوا الإعادة، كاين هناك خطأ واضح
حوالي الان 30 دقيقه اللي مرت على الجوله الاولى. دائما التعادل صفر لمثله بين الفريقين. ضربه خطا، فهذه من الاماكن اللي تفضلها اللاعب بن شريفه في تنفيذ ضربات الاخطاء. اذا فمنذ بدايه هذه الجوله فالسمه الاساسيه كما قلت هو الحيطه والحذر، وهناك حراسه مطبقه على كل اللاعبين. هذا بالاضافه الى كثره ضربات الاخطاء وكذلك ضربات الزوايا. هذه السمه الاساسيه الان في هذا النصف ساعه اللي مرت الان من هذه الجوله الاولى. اذا ضربه خطا اللي غينفذها هو اللاعب بن شريفه. بن شريفه تيستعد. بن شريفه تيقذف لكن تتمشي في يد الحارس بو عبد اللهوي. شريفه تيمتاز بقذافات قويه والكل تيعرف هذا، وايضا اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي تيعرفوا هذه القوه هذه ديال فريق ديال اللاعب بن شريفه في تنفيذ ضربات الاخطاء. بالنسبه كما قلت ف أذكر بغيابات الفريقين ديال الغيابات في صفوف الفريقين. هناك شمس الدين أيت العريف وكذلك بن الشيخ ثم الرتباوي في صفوف فريق الوداد البيضاوي، وهناك خربوش زكريا عبوب والخرازي وكذلك هذا في صفوف فريق الرجاء البيضاوي. كذلك الشيخ صار. اذا ضربه خطا الان لفائده فريق الرجاء في التنفيذ. هناك قاسمي غينفذ ضربه خطا لعند باجي تيقذف قذفه ارضيه لكن بعيده على المرمى ديال الحارس الجرموني حارس فريق الوداد. اذا تلاحظوا هناك جمهور غفير، بالإضافة إلى جمهور هناك عدة فعاليات رياضية تتابع هذه المباراة الهامة واللي تجمع بين فريقي الوداد والرجاء البيضاوي. إذن الشرط لفائدة الوداد تنفيذ الشرط عند أبرامي، ابتعاد الكرة اتجاه بوجمعة، خامة مادحي تضيع له الكرة تترجع مرة أخرى عند خامة. خطأ واضح، خطأ لفائدة الوداد البيضاوي. هناك كما تلاحظون المدرب ديال المنتخب الوطني السيد كويلو يتابع هذه المباراة، فهو يستعد في مقابلة إعدادية أمام منتخب مالي استعدادا لكأس إفريقيا للأمم. إذن أحد لاعبي فريق الوداد البيضاوي سقط الأرض، تعطى الآن الإسعافات. النتيجة دائما صفر لمثله بعد مرور 34 دقيقة من هذه الجولة الأولى. لاحظوا فكما قلت هناك جمهور يتكون من أنصار فريق الرجاء البيضاوي بطبيعة الحال وأنصار فريق الوداد. هناك أرضية جميلة، جو ملائم، فتتبقى كما قلت المهمة ديال الفريقين ديال اللاعبين اللي خصهم يبينوا على مستوى جيد ويحاولوا يخلقوا الفرجة باش يستمتع هذا الجمهور الكبير العريض اللي حاضر في هذا الملعب. لكن كما قلت فالتخوف هو الاسلوب التكتيكي، احتياط كذلك بين الجانبين
عوامل تجعل من هذه المقابله تغيب عليها الفرص ديال التسجيل، وحتى الان تتغيب عليها اهداف. اذا جريندو هو اللي غينفذ ضربه خطا بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. صادق او هشام عند بادجي، خطا خامه. ايميرسون، هجوم لفائده فريق الوداد. ايميرسون تيتمكن من الكره، تدخل كره الشرط لفائده فريق الوداد. مكنش من ابو جمعه. ناطير خطا لفائده عمر النجار. ضربة خطأ لفائدة فريق الرجاء. قاسمي، تدخل ديال خامة أبرامي تبعد الكرة لعند جريندو تيحاول يراوغ. ناطير تيحاول يراوغ امام ثلاثة ديال اللاعبين. جريندو، عمر نجاري وسط الميدان. هجوم لفائدة فريق الرجاء، تضيع الكرة وهجوم مضاد لفائدة فريق الوداد في اتجاه ايميرسون. واش غيتمكن منها؟ لكن تمشي عند حارس. فرصة وهدف! هدف بواسطة مديحي في الدقيقة 37. تيستغل الخروج ديال الحارس بو عبد اللهوي. مديحي تيسجل هدف في هذه الجولة، الهدف الأول في هذه الجولة لفائدة فريق الوداد البيضاوي. دقة 37. لاحظوا الإعادة. ربيع العفوي تمرر في اتجاه ايميرسون، غادي تلاحظوا تيخرج الحارس، تبعد الكرة لبو عبد اللهوي، تجي عند مديحي مباشرة المرمى. اذا 1-0 لفائدة فريق الوداد. الدقة 37. في الدقة 37 تتغير النتيجة لفائدة فريق الوداد البيضاوي. بطبيعة الحال هناك فرحة عارمة لدى أنصار فريق الوداد. لوزانو المدرب ديال فريق الوداد البيضاوي يحاول يرتب الامور ديالو. اذا ضربة خطأ مرة اخرى لفائدة فريق الوداد. بن شريفة هو اللي غينفذ ضربة خطأ. لان بن شريفة تيقذافو بعيدة. اظن بان اللاعب بن شريفة من خلال جوج ضربات ديال ضربات الاخطاء فماشي في المستوى ديالو، فكل الكرات ديالو تتمشي بعيد على المرمى ديال، وهذا تيوقع بالنسبه للاعبين الكبار. اذا ضربه مرمى الان لفائده فريق الرجاء البيضاوي. تقترب من الدقه 40. دائما هدف ل0 لفائده فريق الوداد. الهدف اللي تسجل في الدقه 37 بواسطه مديحي. عمر النجاري هذا هجوم لفائدة فريق الرجاء. تمرار لكن بعيدة. هذه كانت فرصة، كانت تكون فرصة خطيرة تشكل خطورة على مرمى ديال الحارس الجرموني بواسطة اللاعب عمر النجاري اللي باذل مجهود كبير. إذن ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد. غينفذ هو الجرموني. تتجاوز الكرة وسط الميدان. خامة قاسمي
خامة مرة أخرى تيتمكن من الكرة، تيحاول يراوغ. خامة عند قادوري هبط بالكرة، تيحاول يراوغ. تدخل ديال أحد المدافعين لفائدة القادوري، لفائدة فريق الوداد البيضاوي. قادوري هو اللاعب اللي تيحمل رقم 3، وهو صاحب الهدف اللي أهل فريق الوداد البيضاوي المباراة النهائية لكأس العرش. أبرامي غادي يقذف يد الحارس وعبد الله. إذن كانت على أي محاولة من بعيد وسط اللاعب أبرامي. على ذكر اللاعب القادوري فهو من بين المرموقين في البطولة الوطنية لهذا الموسم، وكذلك في صفوف فريق الوداد البيضاوي. فهناك مجموعة من الأندية الإسبانية ترغب في ضمه من بينها على الخصوص هناك فالنسيا وأوساسونا. وكل تعرف بأن الفرق الإسبانية ما تترغب إلا في اللاعبين اللي تشوفهم عندهم مستوى وإمكانيات جيدة، كما ترغب كذلك أحد الأندية العاصمة اللندنية في ضمه كذلك هذا اللاعب الدولي الناشئ. فكما قلت ظهر خلال هذا الموسم بمؤهلات على مؤهلات بدنية وتقنية جيدة. إذن الكرة الآن عند فريق الرجاء البيضاوي عند حميد ناطير. نقترب من الدقة 43، دائما 1-0 لفائدة فريق الوداد. عمر تيحاول يراوغ، تخرج كرة شرط لفائدة النجاري. نفذت بسرعة، خرج كرة ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد. إذن جرموني هو اللي غينفذ ضربة مرمى. خطأ لفائدة بطبيعة الحال لفائدة فريق الرجاء. تدخل ديال إيميرسون كان خاطئ غير محله. إذن محمد علي تضيع له مديحي، هجوم لفائدة فريق الوداد. مديحي عند إيميرسون غادي يقذف لكن في يد الحارس. محاولة بواسطة اللاعب إيميرسون تضيع الكرة. الملاحظة أخرى هي أن المجموعة من الكرات تضيع لفائدة فريق من طرف لاعبي فريق الرجاء. أبرامي لكن هناك مصباح اللي تيدخل تيمرر في اتجاه عمر، لكن تيسترجعوا اللاعبين ديال فريق الوداد بواسطة خامة. اللاعبين ديال فريق الوداد بعد الهدف بداو تيتحكموا في نوعا ما في المباراة. بوجمعة عند بن شريفة تغيير الاتجاه بعيد اتجاه ربيع هادوري، لكن الكرة تخرج. الحكم تقول بأن هناك ضربة مرمى لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. إذن حوالي 30 ثانية على نهاية الوقت القانوني من هذه الجولة الأولى. دائما هدف ل0 لفائدة فريق الوداد، الهدف اللي تسجل في الدقة 37 بواسطة مديحي. أبرامي اتجاه إيميرسون، لكن تدخل ديال قاسمي عند هشام مصباح. بكاري تضيع له البكاري، تسترجعوا اللاعبين ديال فريق الوداد. هجومات مضاده بدات تكتسي خطوره بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي. كره طويله لكن تيجي قاسمي وتخرج الكره للزاويه. لان زاويه لفائده فريق الوداد. الوقت القانوني من الجوله الاولى انتهى، تلعبوا الان الوقت الميت
وضربة زاوية لفائدة فريق الوداد البيضاوي. اللي غينفذ هو اللاعب قادوري، ينفذ ضربة زاوية لفريق الوداد. قادوري تيستعد الان، تيمرر عند بوجمعة، تيحاول يراوغ قاسمي التدخل ديالو او حميد ناطر. نشوف الحكم ديال الشرط يرفع الرايه ديالو لكن ما شافوش الحكم ديال الوسط. على اي فالان شرط لفائده فريق الرجاء. غينفذ الشرط هو قاسمي. تلعبوا الان اللحظات الاخيره من هذه الجوله الاولى. محمد علي عند ولمسه يد واضحه لفائده فريق الوداد. اللحظات الأخيرة من هذه الجولة الأولى. هدف لصفر لفائدة فريق الوداد. كرة طويلة في اتجاه إيميرسون. هشام حكم يتدخل لفائدة فريق الوداد. كان تدخل ديال هشام مصباح. هشام مصباح هذا من كذلك من اللاعبين المهمين والاساسيين في دفاع فريق الرجاء البيضاوي، الى جانب خربوش اللي تيغيب كما ذكرنا سابقا، اللي تيغيب على هذه المباراه وبعد حصوله على 4 انذارات. اذا ضربه خطا الان لفائده فريق الوداد. ضربه خطا. ربيع تقذف فوق العارضه، فوق العارضه ديال المرمى ديال الحارس بوعبد الله. اذا ما بقاش شي وقت كثير باش يعلن الحكم على نهايه هذه الجوله الاولى. ضربه مرمى لفائده الرجاء. بوعبد الله يستعد. وفي هذا الاثناء سيداتي وسادتي يعلن الحكم السيد العاشري على نهايه هذه الجولة الأولى بهدف للا شيء لفائدة فريق الوداد. إذن شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء عند بداية إذن هناك ربيع العفوي اللي ما تمكنش من الكرة أو مبروك. ضربة مرمى لفائدة فريق الرجاء. اللي غينفذ ضربة مرمى هو الحارس بوعبد الله. كرة تتجاوز وسط الميدان. خامة بالرأس. هجوم بواسطة ديالو محمد علي. تيمرر تدخل ديال اللويسي. هجوم مضاد وسط بوجمعة لفائدة فريق الوداد. بوجمعة دائما عنده الكرة، دائما تيمرر عند ربيع العفوي. كرة ربيع العفوي تيمرر لكن تتمشي عند جريندو. مبروك ما تمكنش من الكرة، ما تمكنش منها اللاعب جريندو وكذلك اللاعب المهاجم ديال فريق الوداد اللاعب مبروك. خامة وسط الميدان. أبرامي. خامة. أبرامي. لاحظوا عمليات تحاولوا اللاعبين ديال فريق الوداد باش يقوموا بعمليات منسقة. ترجع الكرة لفائدة فريق الوداد. مبروك هجوم لفائدة فريق الوداد. أبرامي في الجهة اليمنى تيحاول يراوغ، دائما عنده الكرة تيراوغ، تيبغي يمرر، غادي يمرر، تمريرة عالية، ضربة رأسية لكن ديال أحد المدافعين. وهجوم مضاد لفائدة الرجاء. هجوم مضاد سريع، تيراوغ، دائما عنده الكرة لكن تضيع. تيجي أخيرا خامة. لاحظوا فخامة تيقوم بواحد المجهود كبير من وسط الميدان اللي تيرجع بسرعة لخط الدفاع، تيحاول ما أمكن باش يساعد المدافعين ديالو في الدفاع عن المرمى ديالو ديال الحارس الجرموني. ربيع. هجوم لفائدة فريق الوداد. الكرة دائما عند قادوري. خطأ في التمرير. تيسترجع بوجمعة أمامه محمد علي وخطأ.
الحكم ما عنش على خطأ، وهجوم لفائدة فريق الرجاء من الجهة اليسرى. كرة طويلة لكن بعيدة على ديالو محمد علي ربيع. هناك بحث الآن من طرفين، من طرف فريق الوداد وكذلك من فريق رجاء البيضاوي. سامي تاج الدين عند ناطير، حميد تمرار تضرب احد اللاعبين لكن تتمشي عند الحارس الجرماني. محاولات في بداية هذه الجولة الثانية، هناك رغبة أكيدة من لدن الجانبين لكن حتى الآن ماشي سهلة باش الوصول. مبروك دائما عنده الكرة تيحاول يراوغ، تمرر عند ربيع، ما كاينش هناك شروط لكن الحكم تقول بأن هناك تسلل. كانت عملية ثنائية ما بين مبروك وربيع العفوي. الحكم شرط يرفع الراية ديالو معلن بذلك عن تسلل. نفذت الكرة بسرعة عند عمر النجاري. تلاحظوا كل فريق تيحاول، خصوصا من فريق الرجاء البيضاوي، تيحاول يقوموا بحملات اللي غتكون مباغتة، تكون سريعة. مبروك هجوم لفائدة فريق الوداد عند بوجمعة تمرر عند ربيع العفوي عند بوجمعة خطيرة، اش غيعمل بها؟ تيحاول يراوغ، ضربة جزاء واضحة، ضربة جزاء لفائدة فريق الوداد تجي في الدقيقة السادسة. لأن ضربة جزاء، لاحظوا المجهود اللي تقوم به الهجوم ديال فريق الوداد البيضاوي اللي هو حتى الآن أكثر فعالية. لاحظوا الإعادة، تيتوغل اللاعب بوجمعة اللي تمتاز بالخفة وكذلك المراوغات، تيحاول يراوغ، تدخل كضربة جزاء واضحة لفائدة فريق الوداد. إذن هناك ضربة جزاء الآن، فاللي غينفذ ضربة جزاء هو بن شريفة العميد هو أبرامي عفوا. إذن بن شريفة هو اللي غينفذ ضربة جزاء لفريق الوداد البيضاوي. فإذا سجل بن شريفة الهدف فغادي يكون هو الهداف الآن ديال فريق الوداد البيضاوي ب5 ديال الأهداف. إذن لاحظوا الإعادة، ضربة جزاء لفائدة فريق الوداد. بن شريفة تيستعاد، تقذف وتسجل. إذا 2 الأهداف ل0. تغيرت الآن النتيجة، 2 الأهداف ل0 لفائدة فريق الوداد. الهدف الأول تسجل في الدقيقة 37 من الجولة الأولى بواسطة مديحي، والهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء اللي تسجل في الدقيقة 7 بواسطة بن شريفة. إذا 2 الأهداف ل0. لاحظوا الإعادة، وبذلك يكون بن شريفة الآن هو هداف الفريق ديال الوداد 5 ديال الأهداف أمام كل من بوجمعة وإميرسون ومبروك ب4 ديال الأهداف. وبطبيعة الحال فهناك فرحة عارمة لدى أنصار فريق الوداد البيضاوي. كما قلت فالهجوم ديال فريق الوداد البيضاوي هو أكثر فعالية بالمقارنة مع هجوم فريق الرجاء البيضاوي في هذه المباراة. ضربة خطأ الآن لفائدة الرجاء، اللي غينفذ ضربة خطأ هو اللاعب قاسمي. قاسمي هو اللي غينفذ ضربة خطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. نفذت تدخل ديال مديحي مباشرة الشرط للوداد. فعلى ذكر الأهداف، بالنسبة للهداف ديال المواجهات بين فريقي الوداد والرجاء منذ 1957 فحتى الآن هو اللاعب سعيد غاندي للرجاء البيضاوي اللي ب7 ديال الأهداف، ويليه كذلك اللاعب موسى. هذه فرصة لفائدة فريق الرجاء، تدخل في آخر لحظة ديال
احد المدافعين تدخلش كره للزاويه كما قلت ديال سعيد غاندي موسى 5 ديال الاهداف. اذا ضربه زاويه الان لفائده فريق الرجاء البيضاوي. الرجاء اللي خصو يبحث الان على هدف، خصو يبحث على هدف في هذا المباراه. اذا سامي تاج الدين هو اللي غينفذ ضربه زاويه، نفذات عاليه، خروج ديال الحارس، خروج ناجح وهجوم مضاد. جريندو عند باجي باي وسط الميدان. عمر النجاري عند سامي تاج الدين، لكن هناك تيجي اخيرا لويسي وتبعت كره الزاويه. من زاويه اخرى لفائده فريق الرجاء. هذه المره عمر النجاري هو اللي غينفذ ضربه زاويه لفائده فريق الرجاء. نفذات كانت محاوله لكن بعيد على المرمى ديال الحارس الجرموني. حارس فريق الوداد البيضاوي الان حوالي 10 ديال تقترب من الدقه 11. دائما النتيجه المرسومه هي 2 الاهداف ل0 لفائده فريق الوداد. الهدف الاول سجل بواسطه مديحي في الدقه 37، والهدف الثاني خلال الجوله الثانيه عن طريق ضربه جزاء في الدقه 7 بواسطه بن شريفه. عمر ناطير قادوري تيدخل عند بن شريفه امامه ابرامي، لكن تفضل يبعد الكره، تترجع الكره عند الرجاء عند ناطير في وسط الميدان. ناطير لعند سامي تاج الدين عند محمد علي، وخطا واضح ديال باجيمباي، خطا واضح لفائده فريق الرجاء لانه سبق رجله وهي قانونيا ممنوعه. هذا باجيمباي رقم 6 لاعب سابق ديال فريق سبورتينغ سالا. اذا اللي غينفذ ضربه خطا هو بن شريفه. وهناك الان غادي يكون هناك تغيير في صفوف فريق الرجاء، خروج حميد ناطير ودخول رقم 16 اللي هو لامين الرباطي. هذا لاعب وسط الميدان، كذلك من اللاعبين النشيطين والجيدين الناشئين في صفوف فريق الرجاء البيضاوي. تدخل ديال عبد الصادق، تمشي الكره الشرط، ولكن هناك خطا مسبق لفائده الرجاء، لفائده سامي تاج الدين. هو اللاعب سامي تاج الدين وبجانبه رقم 3 القادوري. تلاحظوا فهناك فمهمة الحكام في هذا المواجهات في هذا الديربي فهي كبيرة جدا. فهذه المرة الثالثة بالنسبة للعاشري اللي تقود مواجهة ديال الرجاء والوداد البيضاوي. بالنسبة للرقم القياسي فهو بحوزة الزياني، 9 ديال المرات يقود هذه المواجهه. وهجوم الان لفائده فريق الرجاء البيضاوي، تمرار ضربه راسيه لكن بعيده، ضربه راسيه ديالو محمد علي. كما قلت فالزياني هو اللي عنده الرقم القياسي حتى الان منذ في المواجهات ديال الفريقين، 9 ديال المرات تيتبعوا هناك الناصري وباحو 6 ديال المرات، وهناك ايضا بالقوله 5 مرات. إذن ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد. في ضربة مرمى هو جرموني، الكرة تتجاوز وسط الميدان عند محمد علي بالرأس، لامين الرباطي، بروك، لامين، هجوم لفائدة فريق الرجاء، باجي، لامين تيقذف بعيدة الأرضية تخليها الحارس تخرج. ضربة مرمى لفائدة الرجاء، لفائدة الوداد البيضاوي. هو اللاعب لامين رباطي اللي تحمل رقم 16. إذن ضربة مرمى حوالي 14 دقيقة الآن لمرات. دائما النتيجة المرسومة هي 2 الأهداف ل0 لفائدة فريق الوداد. جريندو الرأس وجمعة
تترجع الكره عند فريق الرجاء البيضاوي. بوجمعه ايميرسون، مبروك مبروك دائما عنده الكره تيقذف، لكن بعيده على بغى يمرر الايميرسون لكن بعيده عليه، تمشي عند حارس بوعبطلاوي بسرعه عند لامين الرباطي. الحكم يتدخل لفائده الرباطي بدعوى ان هناك لمسه يد من طرف مديحي. وهناك تغيير اخر في صفوف فريق الرجاء، دخول رقم 11 نبيل مسلوب اظن محل اللاعب سامي تاج الدين. نبيل مسلوب يعوض سامي تاج الدين، واحد لاعبي فريق الوداد سقط الارض وتعطى الان الاسعافات الضروريه. هناك بحث، لكن حتى الان كما قلت فعاليه الهجوميه ديال فريق الرجاء البيضاوي ما حضرش بقوه في هذا المباراه المحليه القويه اللي عاده ما تطغى عليها القوه بالاضافه الى الفرجه كذلك والاهداف. اذا كره طويله تمشي بعيده خارج الملعب. ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد. جرموني هو اللي غينفذ ضربة مرمى. بالنسبة للنتائج ديال اللقاءات الأخرى، نتائج الجولة الأولى، فهناك فوز نهضة الصطاد على خريبكا ب2-0، فوز النادي المكناسي على الفتح بإصابة 1-0، تعادل 0 لمثله في لقاءي صطاد شباب المسيره ورجع بني من الكوكب، وهناك فوز اتحاد طنجة على حسنية اكادير بإصابة 0. هذه النتيجة ديال الشوط الاول من هذا المباريات. بالنسبة للقاءات اللي سبقوا امس بنفس هذا الدورة، فهناك تعادل كذلك بدون اهداف في مقابلة المغرب الفاسي امام الاتحاد الرياضي، والجيش الملكي امام اتحاد الزموري للخماسات. هناك شرط الآن لفائدة فريق الرجاء، أو ضربة خطأ نفذت بسرعة عند بادجي، ما تمكنش عمر النجاري من الكرة. هناك مسلوب اللي دخل منذ لحظات عند لامين الرباطي، مراوغة جيدة تقذف لكن بعيدة فوق المرمى. فمنذ هذا تتلاحظ بان هناك تعليمات من القذف من بعيد، لان منذ دخول امين الرباطي فهذه المره الثانيه اللي تحاول يقذف من بعيد، لانه يعني حتى الان فالوصول تعذر بكيفيه منسقه وعلى اثر مراوغات وتوغلات داخل مربع العمليات، ففي بعض الاحيان تلجؤ اللاعبين الى القذف من بعيد بغيه خلق او مباغته الحارس. ربيع العفوي هجوم لفائده فريق الوداد. ربيع العفوي نازل، دائما عنده الكره غادي يحاول تيراوغ بالفعل دائما. ربيع العفوي اش غيعمل بها امامه القادوري، بغى يمرر القادوري لكن هناك مسلوب اللي تيدخل، وشرط لفائده فريق الرجاء لفائده اللاعب مسلوب نبيل. لامين الرباطي عند هشام او عبد الصادق. قاسيمي كرة دائما عند فريق الرجاء تضيع، تسترجعها مرة أخرى، تدخل ديال مديحي. تلاحظوا السرعة ديال اللاعب مديحي والمراوغات ديالو. هجوم لفائدة فريق الوداد، دائما الكرة عند هذه فرصة لفائدة فريق الوداد، البيضاوي واش غيعمل بها لكن ما تمكنش في اللحظات الأخيرة. عمل جهد كبير لكن ما كملش الكرة كما تيقولوا. كان هناك مبروك اللي تيطلب الكرة. إذا هجوم سريع كذلك هذه المرة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. قاسيمي تيحاول يراوغ، حكم ما تيدخلش، وهجوم مضاد. قادوري
او خامة. تلاحظوا فهناك حملات سريعة بين الجانبين. ربيع العفوي بغى يمرر البوجمعة لكن اظن او القادوري لكن بعيدة عليه. هناك عبد الصادق، حافظ عبد الصادق حارس بوعبد اللهوي اللي تيقذف كرة تتجاوز وسط الميدان عند بن شريفة، ما تمكنش منها. هذه المرة تيجي الحارس الجرموني تلتقط الكرة ديالو. اذا حوالي الان 20 دقيقة اللي مرت على الجولة الثانية. دائما 2-0 لفائدة فريق الوداد البيضاوي. مباي تقذف ارضية، كانت خطيرة هذه ارضية، تيتمكن منها الحارس الجرموني. دي كانت كما لاحظتوا فكما قلت منذ لحظات، فاللاعبين تيحاولوا الان يقذفوا من بعيد. فكانت هناك 2 محاولات بواسطة اللاعب تنشوفوا الان. كانت محاولة اخرى عن طريق اللاعب بادجي مباي. لاعبين ديال الرجاء تبعوا الكرة عند محمد علي ديالو، والحكم يعلن عن الخطأ لفائدة فريق الرجاء. لأن ضربة خطأ لفائدة فريق الرجاء. هناك الآن تغيير في صفوف فريق الوداد. خروج خامة، غادي يخرج خامة وغيدخل محله اللاعب خالد أوسياغ، هذا اللي تحمل رقم 20. خالد خامة اللي قام كذلك بواحد المجهود كبير على المستويين، على مستوى وسط الميدان وكذلك على مستوى الدفاع. إذن تيخرج وتيدخل لمحله اللاعب خالد أوسياغ، نفذ الخطأ. لامين الرباطي، عبد الصادق، كرة دائما عند فريق الرجاء عند عمر كرة طويلة لكن ما كاينش هناك كما قلت، فما كاينش منفذ العمليات الهجومية. كانت كاين كرات اللي تتمر تقريبا داخل منطقة الجزاء لكن لم تجد متمم لها. لأن الانذار الرابع في هذه المباراة، انذار اظن ما عرفتش من واش الجرموني ولا بن شريفه، لان عادة فتنشوف بان الجرموني هو اللي تنفذ ضربات الاخطاء او ضربات المرمى. على عين بن شريفه هو اللي نفذ الان ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد. هجوم لفائدة الرجاء البيضاوي. مديحي، بوجمعة نازل بالكرة ديالو، دائما عنده الكرة تيحاول يراوغ. تلاحظوا المراوغات ديال اللاعب بوجمعة وخطأ لكن الحكم ما قال والو. قادوري عند بن شريفة تيرفع الكرة ديالو في اتجاه إيميرسون، ما تمكنش منها لكن تجي الكرة لعند الحارس بوعبد اللهوي لعند حفيظ عبد الصادق. بادجي، حفيظ مبروك، هجوم مضاد لفائدة فريق الوداد. مبروك عند خالد أوسياغ، خالد تيقذف تضرب في حفيظ، تترجع مرة أخرى عند بوجمعة. إيميرسون أو ربيع العفوي تضيع له هو الآخر، ما خرجتش الشرط. وهجوم سريع الآن لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. حملات متبادلة بين الجانبين. عمر النجاري تحاول يراوغ. عمر النجاري دائما عنده الكرة، تيتوغل تيمرر عند مباي تيقذف بعيدة. بادجي مباي القذفة ديالو بعيدة على المرمى ديال الحارس الجرموني حارس فريق الوداد. إذن 24 دقيقة اللي مرت الآن على الجولة الثانية. دائما 2-0 لفائدة فريق الوداد. لأن الجرموني هو اللي غينفذ ضربة مرمى بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي. بوجمعة عند أوسياغ. بوجمعة مرة أخرى، هجوم لفائدة فريق الوداد.
ابرامي لعند ربيع، تيخليها لعند اوسيه. دائما الكره عند فريق الوداد البيضاوي. خطا لكن الحكم ما علنش على خطا، وهجوم مضاد لفائده فريق الرجاء. تيسترجعوا اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي. قذفه قويه من بعيد، كره تتمشي بعيد. كانت محاوله هذه من طرف اللاعب اوسيه. خطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. كما قلت ففريق الرجاء فنقص في هذه المباراة فعالية على مستوى الهجوم. إذا هناك ضربة خطأ الآن. قاسمي في التنفيذ. قاسمي تدخل ديال أبرامي عند ربيع بوجمعة. تيجي أبرامي وتبعد الكرة. بكاري. قاسمي تمريرة خاطئة عند مديحي، لكن تتجي عند الكرة عند عمر النجاري تيحاول يرابط. هناك الحكم ما قال والو، وهجوم مضاد لفائدة فريق الوداد البيضاوي. مبروك. اش غيعمل مبروك؟ تيجي اخيرا بادجيمباي وتخرج كرة الشرط لفائدة الوداد. واللاعب مبروك اللاعب سابق ديال فريق الستاد، فهو الان سجل حتى الان مع فريق الوداد البيضاوي 4 ديال الاهداف، وبذلك يحتل المركز الثاني وراء بن شريفه اللي ب5 ديال الاهداف. هذا بالنسبه لترتيب الهدافين لفريق الوداد. مادحي ما تمكنش من الكره. هجوم مضاد. مبروك إميرسون او ربيع العفوي. هذه كانت تكون محاولة خطيرة تشكل خطورة على فريق الرجاء البيضاوي. جريندو غيمرر لعند نبيل مسلوب. تيسترجعوها بسرعه اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي بواسطه مديحي في اتجاه مبروك، لكن كانت الكره اقرب من الحارس بوعبد اللهوي. اقتربوا اذا الان 27 دقه 27 من هذه الجوله الثانيه. دائما 2 الاهداف ل0 لفائده فريق الوداد، وما كاينش شي رد حتى الان، رد فعل قوي من طرف فريق الرجاء البيضاوي بعد تسجيل 2 الاهداف لفائده فريق الوداد. اذا مره اخرى هناك تغيير. هناك سعد غيدخل محل اللاعب مبروك. اذا سعد هذا التغيير الثاني في صفوف فريق الوداد. غادي يدخل اللاعب سعد. هذا سعد لاعب وسط الميدان محل اللاعب مبروك المهاجم مبروك. اذا تنفذ الشرط بواسطه قادوري عند مديحي مراوغه جيده. هذا لاعب جيد مديحي. تترجع الكره عند فريق الرجاء البيضاوي. لامين الرباطي عند جريندو. اللاعبين مالئين وسط الميدان. من الصعب جدا تسجيل هدف، خصوصا بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. التدخل ديال اللويسي الشرط لفائده فريق الرجاء البيضاوي. لأن الشرط الآن لفائدة الرجاء. لأن عبد الصادق حافظ هو اللي ينفذ الشرط بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي. عمر النجاري مضروب عليه حراسة فردية ولمست يد. كرة تلمس يد المدافع أو الظهير الأيسر اللاعب القادوري. إذن ضربة خطأ بمثابة نصف زاوية، يمكن نقول نصف زاوية، وعلى مقربة من مشارف مربع العمليات. إذن تيخلي الكرة للاعب نبيل هو اللي غينفذ ضربة خطأ بالرجل اليسرى دائرية تضرب في ظهر مديحي وتتخرج كرة للزاوية. زاوية للرجاء بطبيعة الحال.
ضربة زاوية. نفذات عالية لكن في متناول الحارس الجرموني بسرعة عند ربيع العفوي. هجوم لفائدة فريق الوداد عند إيميرسون. قاسمي تيدخل تضيع له الكرة، تسترجعوا اللاعبين ديال فريق الوداد. تمريره ما كاينش هناك اي لاعب، تتمشي الكرة فقط لعند الحارس بوعبد اللهوي. عبد الصادق مباي عمر النجاري في اتجاه محمد علي، لكن هناك جوج المدافعين. اللويسي نبيل مسلوب، تضيع له الكرة. قادوري، هجوم لفائدة فريق الوداد وخطأ واضح. هذا خطأ واضح لفائدة قادوري على أيد. تسترجعوا اللاعبين ديال فريق الوداد بواسطة اللويسي. لاحظوا هناك تدخلات قوية الآن. قادوري، هجوم لفائدة فريق الوداد. قادوري دائما عنده الكرة. قادوري تيحاول مرار وتقدر. هدفة كانت عملية ممتازة. ربيع العفوي كان تيقذف لكن بعيدة على المرمى ديال الحارس بوعبد اللهوي. كانت عملية جميلة بواسطة حملة ملصقة. القادوري لاحظوا تمريرة جيدة للاعب ربيع العفوي، فرصة سانحة لإضافة هدف ثالث، لكن القذفة ديال ربيع العفوي تمشي بعيد على المرمى ديال الحارس بوعبد اللهوي. وأحد لاعبي فريق الوداد تتعطى الآن الإسعافات الضرورية. إذن حوالي الآن 31 دقيقة، فأظن أنه من الصعب جدا على فريق الرجاء البيضاوي باش يعدلوا من النتيجة. لاحظوا هنا الإعادة. اللاعب نبيل. إذن استؤنف اللاعب مرة أخرى. خطأ لفائدة أبرامي، فائدة فريق الوداد. تنفذ بسرعة. سعد عند ربيع. تدخل ديال الدفاع وشرط لفائدة فريق. هناك بعد ارتباك في دفاع فريق الرجاء البيضاوي. لاحظوا في هذه المواجهة فهو تصعب عليه حتى الآن باش يوصل للمرمى ديال الحارس الجرموني. هناك تفوق واضح خصوصا على المستوى الهجومي من طرف فريق الوداد، وخطأ بمثابة زاوية لفائدة فريق الوداد البيضاوي لفائدة أبرام. إذن ضربة خطأ لفائدة الوداد البيضاوي. كان ربيع العفوي هو اللي غينفذ تنفذات هجوم مضاد لفائدة فريق الرجاء بواسطة قاسمي كرة طويلة، لكن عند الحارس الجرموني. قاسمي ابرامي تيدخل تيبعاد الكره للشرط. اذن تنقتربوا من الدقه 34، حوالي 11 دقيقه اللي بقات على نهايه هذه المباراه. مباراه في مكان الحال فهي لا باس بها. هناك جمهور، هناك جوج الاهداف، فبطبيعه الحال فمثل هذه المقابلات دائما الحيطه والحذر والتخوف يسودان في خلال هذه المواجهات، الشيء اللي تيجعل من الاهداف فتتكون قليل باش تسجل في مثل هذه المباريات. ولعل المثال الوحيد في هذا المجال هو ان
بالنسبة للتعادل بين الفريقين صفر لمثله، فهناك 23 مرة تتعادلوا الفريقان بصفر لمثله، و 18 مرة بهدف لمثله، و5 مرات بجوج الأهداف مقابل جوج الأهداف. إذن كرة وسط الميدان، تدخل ديال لويسي إميرسون عند عمر النجاري، هجوم لفائدة فريق الرجاء. عمر هذه فرصة محمد علي، لكن تدخل في آخر لحظة بوجمعة، تترجع الكرة عند بادجي، لكن هناك خطأ في التمرير. سعد هجوم لفائدة فريق الوداد، سعد عند إميرسون عند سعد، عملية ثنائية. ربيع العفوي واش غيتمكن منها؟ تيتمكن منها بالفعل. هناك في صراع مع أحد اللاعبين، والحكم يتدخل بطبيعة الحال لفائدة ربيع العفوي. إذن تلاحظوا الصورة أمامكم، هناك طرد جوج اللاعبين، واحد من صفوف فريق الوداد وواحد من صفوف فريق الرجاء، لأنه كانوا تناقشوا. هناك أبرامي تلاحظوه الآن كيتطرد في صفوف فريق الوداد، وبالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي أظن اللاعب قاسم. تلاحظوها الإعادة، الصورة أمامكم بدون تعليق، وتيجي الحكم وتيدخل وتيخرج الورقة الحمراء للاعبين معا. إذن الفريقان تيبقاو ب10 ديال اللاعبين. دائما جوج الأهداف لصفر لفائدة فريق الوداد البيضاوي. بن شريفة عند ربيع، سعد مديحي، سعد كرة لفائدة فريق الوداد، كرة جميلة اتجاه قادوري اش غيعمل بها؟ غيحصل الكرة ديالو تيخرج، لكن تدخل ديال بو عبد اللهوي بسرعة من الجهة اليسرى. هجوم لفائدة فريق الرجاء، كرة طويلة في اتجاه عمر أمام اللويسي، خطأ لفائدة عمر النجاري. نفذ بسرعة لعند بادجي، لكن الكرة تدخل ديال القادوري، شرط لفائدة فريق الرجاء. شرط لفائدة فريق الرجاء البيضاوي اللي غينفذ الشرط هو بادجي مباي، نفذ في اتجاه عمر، لكن تدخل ديال القادوري لتبعاد الكرة. نبيل مسلوب، شرط دائما لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. تنشوف بأن الحكم تقول بأن هناك شرط لفائدة الوداد. تنفذ بوسط قادوري عند بن شريفة تبعد الكرة اتجاه مصباح، حوالي الآن تقترب من الدقيقة 38. دائما جوج الأهداف لصفر لفائدة فريق الوداد البيضاوي. فإذا كملت المباراة بفوز فريق الوداد البيضاوي فقد يكون الفريقان متعادلين، هذا على مستوى الانتصارات. فكذلك على مستوى التعادلات عمر النجاري، لكن تيجي أخيرا بن شريفة وتبعد الكرة الشرط للرجاء البيضاوي. نفذ الشرط، فما كاينش هناك كما تيقولوا شي ريحه بالنسبه للهدف على اثر حمله هجوميه لفائده فريق الرجاء البيضاوي. ما كاينش هناك شي بحث كلي وضغط كذلك شمولي. هناك بالرغم من ذلك صعوبة في تجاوز الدفاع، الشيء اللي لاحظنا من خلاله أن فريق الرجاء البيضاوي تقوم من الحين من الفينة والأخرى بقذفات من بعيد، وتعتمدوا كثير على اللاعب النجاري وكذلك على اللاعب ديالو محمد علي. إذا هجوم الآن بوسط مديحي لفائدة فريق الوداد، تراوغ لكن هناك عبد الصادق اللي تيدخل. نبيل
تمريره خاطئه عند سعد ربيع. هجوم لفائده فريق الوداد. بوجمعه تيطلب الكره. سعد تيمرر في اتجاه بوجمعه. هجوم لفائده فريق الوداد. بوجمعه غادي يتوغل تيحاول يراوغ تيمرر، لكن هناك اللاعب نبيل مسلوب اللي ينقض على الموقف. وهجوم مضاد الان لفائده فريق الرجاء عند عمر النجاري. تضيع له هو الاخر الكره. قادوري. هجوم لفائده الوداد. هناك فرق واضح، هناك تفوق، عموما تفوق لصالح فريق الوداد، خصوصا على المستوى كما قلت، على المستوى الهجومي. محمد علي ديالو. اللويسي في صراع مع اللويسي، تيتمكن منها محمد علي ديالو. ما خرجاش كره الشرط. اللويسي هذا من المدافعين الجيدين كذلك في صفوف فريق الوداد البيضاوي. تمرر لويسين عند ربيع او القادوري تيحاول يراوغ. لاحظوا هناك لاعبين في المستوى جيدين في صفوف فريق الوداد البيضاوي اللي تمتازوا بمراوغات جيده. بوجمعه بالراس. خالد أوسيغ ما خرجتش، تدخلش كرة أخيرا الشرط. حكم يتدخل لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. 41 دقيقة، 4 دقائق اللي بقات على نهاية الوقت القانوني من المباراة. دائما 2 الأهداف ل0 لفائدة فريق الوداد في هذه المقابلة، المقابلة الكلاسيكية، لقاء الديربي بين الوداد والرجاء البيضاوي. الكرة ما خرجتش الشرط. هجوم لفائدة فريق الرجاء، تدخل بصفة جيدة. سعد في وسط الميدان تحاول يراوغ، تنطلق سعد، دائما عنده الكرة، وخطأ لفائدة سعد. خطأ لفائدة سعد وبكاري ترتكب خطأ. الخطأ لفائدة فريق الوداد. لأن إذا نكمل هذه المقابلة بفوز فريق الوداد، غادي يكون فريق الوداد البيضاوي قد أكد مرة أخرى تفوقه على مستوى البطولة لهذا الموسم الحالي. وكما قلت فهو فريق الوداد هذا الموسم يعتبر من المرشحين الكبار للفوز بلقب البطولة. إضافة هناك أيضا بعض الفرق الأخرى اللي تتنشط كذلك البطولة، ومن بدون شك فهي غتكون من الفرق اللي تطارد كذلك فريق الوداد. فهناك حسنية أكادير، هناك أولمبيك خريبكا، المغرب الفاسي، فهذه فرق أكدت هذا الموسم على القوة ديالها وكذلك على المستوى ديالها الجيد. دون أن ننسى كذلك أن بعض الفرق اللي تتسير بخطى ثابتة كالنادي البكناسي بلاعبيه الشبان، وكذلك فريق اتحاد طنجة واتحاد الزموري إلى الخميسات. إذن هناك تغيير آخر في صفوف فريق الوداد، دخول رقم 24 القصيري مكان البرازيلي إميرسون. على 2 دقائق اللي بقات على نهاية الوقت القانوني من المباراة. دائما 2 الأهداف ل0 لفائدة فريق الوداد. كرة طويلة، هناك بن شريفة تدخل بن شريفة بنجاح لعند أوسيغ. فعادة في هذه اللحظات الأخيرة ما تتعرف أهداف، تشجيع على إثر حملات مضادة. هجوم الآن أوسيغ، هجوم، هذه فرصة لفائدة فريق الوداد. خلف بواسطة مادحي تضرب القائم الأيسر. كما قلت في اللحظات الأخيرة فغالبا ما تعطي أهداف، سواء بالنسبة لهذا الجانب أو الجانب الآخر. سعد تقذف لكن تضرب في جريندو. كانت فرصة بواسطة مادحي
تضرب الكره في القائم الايسر، كانت خطيره على فريق الرجاء البيضاوي. اذا هجوم اخر لفائده فريق الوداد وسط مديحي، هذا مسجل الهدف الاول او ربيع العفوي، ربيع تقذف لكن بعيده. لاحظوا فهناك جوج الفرص متتاليه الان لفائده فريق الوداد البيضاوي. كما قلت هناك فرق تفوق كبير في هذه المباراه لفائده فريق الوداد، خصوصا على المستوى الهجومي. تسترجع اللاعبين ديال فريق الوداد. هناك هجوم الان لفائده الرجاء بواسطه نبيل عند محمد علي ديالو، لكن هناك شروط ديال باتجيمبا. الان الوقت القانوني من المباراه انتهى وثلاث دقائق كوقت ميت، بقى 3 دقائق على نهايه هذه المباراه. 2 الاهداف لصفر لفائده الوداد. اذكر ب الهدافين ديال هذه المباراه، هناك مديحي في الدقه 37 من الجوله الاولى، وفي الدقه السابعه خلال الجوله الثانيه ضربه جزاء بواسطه نفذها بالنجاح اللاعب بن شريفه. جريندو عند حفيظ او جريندو دائما عنده الكره، تحاول يراوغ غادي في جريندو، تمرار. كانت عمليه ممتازه، كانت فكره ممتازه ديال اللاعب جريندو. تلاحظوا فمدافع الان تيهبط باش يخلق فرصه للتسجيل. كما قلت فعلى المستوى الهجومي هناك تفوق بالنسبه لفريق الوداد، وما كاينش هناك شي فعاليه بالنسبه لفريق الرجاء في هذه المباراه على الصعيد الهجومي. اذا تنفذ الشرط قادوري عند القصيري اللويسي سعد قادوري مره اخرى، قصيري. هناك خطا في التمرير، النجاري كره طويله في اتجاه محمد علي مباي، لكن تدخل ديال الحارس بسرعه عند بوجمعه. هجوم لفائده فريق الوداد. بوجمعه عند ربيع بوجمعه تمريره في اتجاه قادوري تيرجع الكره للوراء عند اللويسي. هناك امامه القصيري، بالفعل تمرر عند القصيري عند مديحي مره اخرى. هذا اللاعب مديحي كان جيد في هذا، من بين اللاعبين الجيدين ان لم اقل احسنهم في هذه المباراه. القصيري صراع قوي مع 3 ديال اللاعبين. تيجي اخيرا باجيمباي دائما عنده الكره امام النجاري، لكن تيفضل يقذف، تضرب في اللويسي، تتمشي الكره لعند الحارس الجرموني. اذا تقريبا اللحظات الاخيره 47 دقيقه و40 ثانيه اللي مرت الان على هذه الجوله الثانيه. اذا ما بقاش شي وقت كثير على النهايه. كره عند فريق الوداد عند سعد في وسط الميدان. ربيع، عمليه ثنائيه، واش غيتمكن منها اللاعب قادوري؟ ما تمكنش منها لعند جريندو. هناك مجهودات الان بواسطه جريندو اللي تحاول ما امكن يهبط كما تلاحظوا الان باش يقوم بحملات، يهبط ويقوم بقذف كما تلاحظوا الان في مناسبتين. جريندو تيقوم بمجهود كبير وتنزل باش يخلق على الاقل شي فرصه لتسجيل هدف في هذه المباراه لفائده فريق الرجاء. وتلاحظوا ففي هذا الاثناء سيدتي وسادتي يعلن الحكم على نهايه هذه المباراه بتفوق فريق الوداد البيضاوي على الرجاء البيضاوي ب2-0. اذا سيدتي وسادتي شكرا على انتباهكم، والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله.